مرحبا، أهلا وسهلا. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير. إن شاء الله يا رب نضل نحن وإنتم بخير وصحة وعافية. اليوم وصفتي كيكة وهي كيكة المدلين. يعني إذا بقول لكم طيبة طيبة قليل كلمة طيبة. أنا كنت كتير أعملها بس إلي فترة ما عملتها، واليوم حبيت حضرها للبيت وحبيت صورها معكم. هلأ أنا هنا حطيت بيض، حطيت سكر، بدي أضيف بشر البرتقال، بدي أضيف عصير البرتقال. بالنسبة لمقاديري عم سجلكم إياها وقت عم نزل الفيديو. وهلأ بدي أضيف الفانيليا، وبدي أضيف العسل. يعني العسل تقريبا معلقتين 3. وهدول رح أخلطهم كلهم سوا. هلأ بدي أخلط البيض والسكر، بس أهم شي بدي يكون عندي اللون يصير فاتح وينفش عندي البيض والسكر. بسم الله. وهلأ بدي أضيف الدقيق والبيكنج باودر والملح. بدي أنخلهم فوق البيض والسكر. وهلأ بدي أخلطهم باليد بالمعلقة، يعني بدون خلاط. الريحة بتجنن، ريحة البرتقال وبشر البرتقال، يا سلام، عن جد يا سلام. وهلأ بعد ما خلطت الدقيق والخلطة البيض بدي أضيف الزبدة. الزبدة رح أضيفها شوية شوية وأخلط لحتى تختفي عندي الزبدة، ورد ضيف مرة تانية. أنا راح أكفي الكمية وارجع لكم نكفي الوصفة سوا. وهلأ الكيكة صارت جاهزة عندي بعد ما انتهيت من كمية الزبدة. خلص هلأ الكيكة خلطة الكيك بدي ادخلها الثلاجة من ساعة لساعتين ونص عادي، ما بصير لها شيء. بس أهم شيء لما بدي أغطيها خلي النايلون على التغليف، يعني على الكيكة نفسها، خلطة الكيك.
خلص أنا هلأ راح أدخلها الثلاجة، وبعد ساعة ساعتين نشوفها سوا. وهلأ بدي أدهن القوالب بالزبدة، والفرن أنا مشغلته على درجة حرارة 180. بالنسبة للفرن بدنا نكون مشغلينه قبل تقريبا بنص ساعة علشان يكون عندي الفرن سخن. وبالنسبة لنار الفرن أنا مشغلة النار بس تحت. هلا طلعت الكيكة من الثلاجة، هلا بدي اخذ من خلطة الكيكة مشان تطلع عندي كلها بنفس المقاس. انا عندي معلقة المعايير، او اذا عندنا معلقة الايس كريم كمان نستعملها، او انتو على حسب اللي متوفر عندكم. انا قلت لكم مشغله الفرن قبل بوقت علشان يكون عندي الفرن سخن. وهلا انتهت عندي كميه الكيك. طبعا بدي ادخلها الفرن على درجه حراره 180. ما في وقت، على حسب ما اشوفها استوت عندي. كل ست بيت بتعرف الفرن اللي بتشتغل عليها. انا مشغله النار تحت. فوق اخر شيء بشوف يا بشغل فوق يا لا، مثل ما قلت لكم على حسب الفرن اللي موجود عندنا. الريحة يا مي، عن جد يا مي، ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء بياخذ العقل. واو. هلا بتحبوا تحمروها اكثر، هذا بيرجع لكم، بس كذا حلو لونها. وهي وصفتي لليوم صارت جاهزة، أطيب وأحلى كيكة مدلين. بتمنى تجربوها لأنه فعلا تستاهل إنكم تجربوها. بالنسبة لمقاديري عم سجلكم إياها كاملة وقت عم نزل الفيديو. هلأ أنا حطيت على وشها سكر بودرة، هذا اختياري، تحبوا تحطوا، تحبوا ما لا تحطوا، هذا بيرجع لنا. بالنسبة للفيديو رح يكون على قناتي على اليوتيوب، على صفحتي على الفيسبوك، على صفحتي على الانستغرام من وصفات عائشة ترك. بقول لكم بالعافية على قلوبنا وقلوبكم.